المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أعلن نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم الممارس في قسم الهواة أمس عن مقتل لاعبه المغربي رضا أرشاد بطعنة سكين صباح الأحد الماضي بحي سانتا كلارا بمدينة إشبيلية. ونعى الحساب الرسمي للفريق على منصة إكس اللاعب المغربي رضا أرشاد البالغ من العمر 21 سنة بتغريدة مؤثرة كتب فيها: بألم عميق يؤسفنا أن نعلن وفاة لاعبنا الكبير رضا أرشاد، شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منا يد قاسية لا ترحم. ارقد بسلام يا صديقي، سوف نفتقدك. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أنه تم توقيف شابين يبلغان من العمر 18 عاما من جنسية إسبانية للاشتباه في تورطهما في هذه الجريمة، حيث قال بيدرو فرنانديز مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس: يبدو أن نقاشا مسبقا كان بين الضحية والمشتبه فيهما في ملهى الليلي انتقل إلى الشارع ونتجت عنه وفاة الشاب، وتتواصل التحقيقات مع المشتبه فيهما في مركز الشرطة قبل تقديمهما للمحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة. المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا.